السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. النهاردة الفيديو بتاعنا مميز جدا، وطالما انا قلت فيديو مميز يبقى على طول نقول هاشتاج كفتة الرز على طول، اللي كبار وصغار بيعشقوها. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، واقول لكم كل الاسرار اللي تخلي الكفتة بتاعتك ما تفكش منك. بس قبل ما نشوف تكاتنا واسرارنا، الاول كده نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة تدخلي قناتي اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل، عشان أي حاجة أنا أنزلها توصلك انتي الأول يا ست الكل. ودي يا حبايب قلبي كل مقادير السهلة والبسيطة جدا. ده ادي الرز، انا غسلته كويس ونقعته، قعدته يجي ساعة بيصفي كده. وادي فلفل احمر وفلفل اخضر، عايزاه سبايسي اللي هو مشطشط يعني، تمام. وادي هنا ده الشعرية، انا لازم يعني الشعرية دي لها عامل اساسي جدا في تماسكها. انا باخد كبشة بس ما باخدش كتير، تمام كده. وادي عندي هنا البهارات بتاعتي، بصلايه صغيره ومش هكتر منها عشان البصل بتنزل ميه وبتخليها تفك، تمام. وادي التوم، وادي البهارات بتاعتي، فلفل اسمر، اي بهارات عندك، كمون، ملح، كل البهارات بتاعتك تمام، اللي انت عايزاه، البهارات اللي انت عايزاها. تمام كده حبايب قلبي. انا كده وهجيب الخضره من كل نوع، يعني حبه صغننه خالص كده، يعني من كزبره وفلفل كزبره وبقدونس وشبت. هاخد من كل نوع كده حاجه بسيطه واقطعها، لان الخضره الكتير بتخليها برضو تسيب، تمام. هروح بقى للجزار معاكم بقى كده، وهقطع اللحمه بنفسي. انا اللحمه دي كده جملي، اللحمه دي جملي، انا بحب كفته الرز تبقى لحمه جملي، تمام يا حبايب قلبي. انا جبت قد ايه؟ عملت على كيلو رز، الكيلو رز عملت كيلو ونص لحمه. ليه بقى؟ عشان هو المفروض كيلو رز كيلو لحمه، بس بصراحة احنا بنحب اللحمة فيها باينة شوية، فرحت عملت كيلو رز على كيلو على كيلو ونص، كيلو رز ده اقصد على كيلو ونص لحمة، تمام كده. وهنا بقى هو راح ايه يعني، انا بصراحة كان في ناس كتير قوي قدامي، فعشان هو الجزار معرفة فحطينا احنا في الاول يعني إيه، خلاني انا اعمل في الاول، مشكور بصراحة. وانا بحب بصراحه اعمل الكفته بتاعتي عنده، يعني بصراحه بتيجي بيعملها لي جميله، بصراحه جميله جدا، الله يبارك له يعني. وهنا بقى كده بيفضل قاعد يضربها زي ما انتم شايفين كده، هيعملها دور تاني لغايه ما يحس انها مش سايبه خالص. السايبه خالص دي هتفك منك برضو، تحسي انها ما بين، تحسي ان الحبايه ما فيش حبيبات قد كده، تمام كده حبايبي. هيفضل بقى يضرب فيها كده لغاية ما يحس انها خلاص تمام كده، اوريدي هي كده ايه، حلوة كده. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. شوف انا كان قدامي ناس كتير، وكان بصراحة كانت زحمة جدا، بس الحمد لله يعني ما خدناش وقت بصراحة. انا ما رضيتش اقطع حاجه من الفيديو بحيث ان انا اوريكم قوامها بعد إيه، قبل وبعد، يعني كانت ازاي كل خطوه فيها. انا عايزاها متماسكه لدرجه ايه، يعني عايزه لغايه قوامها يوصل معايا لفين. هيفضل بقى هو كده يضرب فيها ويفرم فيها زي ما انتم شايفين كده، لغايه ما احس ان ايه قوامها تمام حلو قوي. وما تكتريش في البصل يا حبيبتي، عشان البصل بتنزل المية بتاعتها وبتخليها تفك معاكي. وبرده الخضرة نفس الشيء، برده ما تكتريش من الخضرة. وكبشة صغيرة خالص خالص، ايه، تحطي كبشة صغيرة من ال من الشعرية، كبشة صغيرة كده بايديكي كده، كبشة صغيرة تروحي حطاها من الشعرية، هتخليها متماسكة وتديها مذاق احلى كمان.
هو هنا كده خلاص، هو عمال بيسلك في المفرمة بتاعته. لو انت عندك مفرمة في البيت تمام، حلو شغال. بس انا بحب بصراحة اقطع اللحمة واعملها عنده على طول. هو كده تمام قوي، هو كده ايه، هو حاسس ان قوامها، بصوا ده القوام بقى النهائي بتاعها، اللي يبقى ما تفكش منك وتبقى كويسة. هو ده القوام. وخلاص بقى كده خلاص. وادي انا اول ما جيت رحت حطها في التلاجة قيمة ساعة، يعني ما تجيبهاش تروحي مخزناها على طول، لا تحطيها الاول في التلاجة قيمة ساعة كده ترتاح. ماشي حبايب قلبي، وتروحي جايباها حاطه عليها كربوناتو، شعرة صغيرة كده كربوناتو، وبعد كده تخزنيها بالمنظر ده زي ما انت شفتي كده. انا خزنتها بالمنظر ده كده، حطيتها في اكياس بقى زي ما انتوا شايفين كده، افرد فيها، هفضل افرد فيها كده وافرغ منها الهواء. ودي الكميه اللي ايه اللي انا عملتها. كل مدى كده بقى هروح واخده حته زي ما انتوا شايفين كده. طب هي هنا لونها احمر ليه؟ عشان اللحمه هي اللي غالبه عليها. اللون الاحمر هو اللي غالب، تحس انها محمره شويه عشان اللحمه غالبه عليها شويه، لان انا حطيت كيلو رز عليه كيلو ونص لحمه. وتصبعي بقى يعني الصعايدة، انا عارفة ان الصعايدة بتصبعها تصبعات كبيرة قوي، والله وبتعجبني جدا على فكرة يعني. بس احنا بنعملها كده، يعني ماما الله يرحمها كانت بتعملها بالطريقة دي. انا بحب اعملها كده الوسط كده دي. في الصعايدة بيعملوها كبيرة قوي، وفي عندي حماتي الله يديها الصحة برضو بتعملها صغننة خالص. في حسب كل واحد ايه ما بيحب يعني. وادي اهو، بصوا بقى بالمنظر ده، بصوا بقت عامله ازاي. وتحمريها حبيبه قلبي وبالف هنا وشفا. ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش باللايك والشير، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك انت كل حاجه مني اول باول يا ست الكل. وباي يا احلى متابعين في الدنيا.